السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. نتمنى يلقاكم في صحة جيدة إن شاء الله. كيف ما عودناكم ديما باش نتقاسموا معكم أهم الأحداث ديال المسلسلات المغربية ديالنا. المسلسل ديال عيشة في الحلقات الجاية ديالو غنشوفوا أشنو غيوقع لعيشة في هاد الأيام الجاية. كيف ما شفنا في الحلقة السابقة، عيشة مازال في السجن، في نفس الوقت الأم ديالها توفات وهي مازال ما مخبرها والو. الام ديالها اللي كانت كدير على قبلها كل شيء باش ترضيها، حيت هي كانت السند الوحيد ديالها، للاسف توفات. غنشوفوا ان عيشه غتخرج من الحبس من بعد ما دوزات مده، وغتسيخ الخبر ديال الام ديالها اللي توفات، وغتصدم بزاف. غنشوفوا ان عيشه غترجع للدار اللي في الاصل شراها خالد وكتبها في سميت العائله ديالو، وغتشكرو بزاف على الوقفه اللي وقف معاها، وغادي تسامح معاه كيف ما وصاتها الام ديالها في اخر مره شافتها. وبالخصوص فاش كتشوف فاش غتشوف بناتها متصالحين مع خالد، وبالخصوص ريم اللي ما كانتش باغا تهضر معاه نهائيا، غتسامح معاه في العزاء ديال جدتها. وهادشي بالفضل ديال الهضره ديال جدتها في الاخير اللي كانت توصيهم كاملين باش يتسامحوا مع بعضياتهم. غنشوفوا ان عيشه ما غاديش ترجع للخدمه ديالها في البنكه. غنشوفوا ان العالمي اللي غادي يجي عندها ويتسامح معاها من ورا فاش شرح ليها بلي هو دار غير الخدمه ديالو واللي خاصو يدار. غنشوفوا بلي غادي يتسامح معاه، حتى هي غادي تقبل المسامحه ديالو. وغنشوفوا ان هذا العالمي غادي يحاول انه يخرج معاها بزاف، ومن بعد غادي يطلب منها تزوج به حيت كيبغيها ومعجب بها، لكن هي ما غاديش تجاوبه، وغادي ترجع للدار باش تهضر مع بناتها. غنشوفوا ريم اللي غادي تكون رجعات مع علي وقبلت تزوج به، ولكن شرطت عليه في الاول باش ما ديرش العرس حتى تخرج امها من السجن. واماني اللي غنشوفوا بلي غترجع للخدمه وتولي مستقله براسها، وغتطلب الطلاق من المهدي، واخا هو ما غاديش يبغي في الاول، ولكن غادي يتدخل الاب ديالها خالد اللي غادي يعطيه الفلوس وغيوافق باش يطلقها. ساره اللي غادي نشوفو حتى هي من بين الاحداث ديالها، غنشوفو ساره اللي توفقات في الدراسه ديالها وقربت تخرج باش تولي طبيبه. المهم الام ديالهم غتكون تهنات عليهم كاملين، والبنات غيعرفوا بلي الام ديالهم كيعجبها العالمي وحتى هو كيبغيها، وهما اللي غادي يشجعوها باش تخرج معاه. في الاخير عيشه غادي توافق تتزوج به، ولكن ما غاديش ترجع للخدمه في البنكه، وغادي تبغي ترجع تخدم في المصبانه اللي كانت شاده الام ديالها. وبالنسبه لخديجه غنشوفوا بعد مرور سنوات من ورا فاش سمحت ليها الام ديالها قبل ما توفى، غنشوفوا بلي المشروع ديال القهوه اللي داير عبد المولى غيولي مشي مزيان، وغادي تولي الخدمه غادا مزيان، والحاله الماديه ديالهم متحسنه بزاف. وخديجه غادي تحمل بعد مرور سنوات، وعبد المولى غيفرح بزاف وغيرد ليها البال مزيان. اما بالنسبه لنعيمه، بعد ما دارت ضريب الصداق ديالها مع الشفشاوني، غنشوفو حتى هي غتمشي تعيش معاه في الدار، وغيكون نهار اللي فيها مزيان، وغيكون طلق فينا. المهم غنشوفو في نهايه المسلسل غتكون نهايه سعيده، وغنشوفوهم غيمشيو كاملين باش يزوروا القبر ديال الام ديالهم. وساره غتكون تخرجات وحققت حققت عفوا الحلم ديال الام ديالها، وحتى الاب ديالها اللي كان تا هو عنده هاد الحلم. وهكا غادي تكون نهاية ديال الفيديو ديالنا اليوم. نتمنى تعجبكم الاحداث، وما تبخلوش علينا بلي لايك والبارطاج ديال الفيديو باش تشجعونا نحطو لكم ديما الجديد ديال المسلسلات المغربيه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.